السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضر مع بعض النهاردة الميني بيتزا بطريقة سهلة، المكونات كلها من البيت، وبجد هتطلع معاكم تحفة. وكمان هقول لكم على سر طراوة الجبنة انها متنشفش معاكي. يلا بينا نشوف المقادير والمكونات وهنعملها ازاي النهاردة. معايا هنا بقى نص كيلو من الدقيق، هنزل بقى فيه كده في بولة. وبعد كده نزلت عليه بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقتين حليب بودرة. هقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع بعض واركنهم على جنب. بعد كده معايا معلقة خميرة كبيرة ممسوحة، هنزل عليها بقى كده بحبة مية دافيين وهقلبها كده. وبعد كده اسيبها لحد ما تعمل معايا بقى فقاقيع زي كده. بعد كده هفضيها على الدقيق بقى بتاعي. معايا هنا بقى مية دافية جنبي. هاخد بقى هنا كده بالتدريج على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجني بيه. هاخد بقى كده تدريجيا لحد ما العجينة ايه تلم معايا. المية لازم تبقى دافية، ولا سخنة ولا ساقعة. بصوا هفضل بقى ايه اعجن فيها كده لحد ما تلم معايا. طبعا العجينة بتلزق علشان لسه منزلناش بأي مادة دهنية. نزلت هنا بقى بربع كوباية من الزيت. هفضل بقى اقلب فيهم كده كويس لحد ما الزيت يدخل معايا في العجينة. هركنها بقى لحد ايه ما تخمر معايا. يعني ممكن تاخد لها في حدود ساعة كده لحد ما لحد ما حجمها يتضاعف. بعد كده بقى هجهز ايه صلصة سريعة كده. معايا 3 معالق من الصلصة، 3 معالق من الكاتشب، وهنزل عليهم برشة زعتر واقلبهم في بعض كده. وكده الصلصة بتاعتي جاهزة. المكونات بقى اللي انا هحشي بيها، معايا لحمة مفرومة ومعايا فلفل بصل مقطعاهم يعني قطع صغيرة، وطماطم وزيتون والصلصة اللي انا عملتها. ومعايا جبنة، وكمان معايا بسطرمة. هعمل كام واحدة كده بالبسطرمة. طبعا الحشوة دي على ذوقك، يعني على حسب الحشوة اللي انت عايزة تعمليها براحتك. عشان كده ما حبيتش ان انا اعمل معاكم اللحمة المفرومة. انا عملتها معاكم كذا مرة التعصيجة بتاعتها. فانت على حسب الحاجة اللي انت هتحشي بيها. ممكن تحشيها جبنة، ممكن تحشيها فراخ، ممكن تحشيها لانشون براحتك. العجينه بتاعتي بقى خمرت معايا خالص. فشيت بقى الخمر بتاعها كده. وبعد كده هاخد منها قطع قطع صغيره كده، بصوا زي كده، واعملها زي دواير. وهحطها ايه على الدقيق بقى اللي انا رشيته ده. هخلص بقى كل الكميه زي كده وهسيبهم يرتاحوا دقيقتين. بعد كده معايا صينيه حاطه فيها ورق زبده ودهناها دهنه زيت خفيفه كده. بعد كده لو صينيه كبيره هحط فيها 5 وحدات. لازم انا اخلي ما بين الواحده والتانية مسافه بالطريقه دي عشان ايه لما افردها معايا. والصينيه الصغيره بصوا زي كده هحط فيها ايه 4 وحدات. هحطهم بقى كلهم في الصواني. سبتهم بقى يرتاحوا زي 5 دقايق كده. هتلاقيهم يعني ايه حجمهم تضاعف كده معاكي اختمروا تاني. بعد كده هجيب زي كاسه كده عندي، هدهنها زيت من تحت. لازم تدهنيها زيت علشان ايه ما تلزقش في العجين. هدهنها زيت وهضغط بقى بيها كده بالراحه. بصوا زي كده. بصوا حتى لو مسكت معاكي اسندي العجينه كده بصوابعك وطلعيها. بعد كده بقى ايه هفردها بايدي. ابتدي افردها بايدي من النص كده. بس الحوافي هسيبها زي ما هي تخينه. هفردها بقى بالشكل ده كلهم. هنا بقى بص كنت فردتهم كويس. بعد كده هجيب شوكه بقى ايه واعمل فيها فتحات كده من النص بالشكل ده علشان النص ما يختمرش معايا وما ينتفخش. بصوا خرمتها كده بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب الصلصه بتاعتي. هنزل بقى بالصلصه بتاعتي. هدهنهم بقى كلهم بالصلصه. انا مسخنه الفرن على درجه حراره 200 وسايباه سخن. الفرن لازم يبقى سخن على درجه حراره 200. هدخلهم بقى ايه رف وسطاني وهسيبهم. أه هولع الشوايه من فوق ومن تحت لمده 3 دقايق بالظبط. اول ما تبتدي الجبنه تحس ان الجبنه طارت معاكي وبدات تسيح كده، هي هتيجي فاصله الشوايه من فوق وهتسيبيه من تحت لحد ما تستوي معاكي. اول حاجه بقى نزلت بيها الصلصه. هظبط الصلصه كده، احاول ان انا ما تخرجش معايا بره. بعد كده هنزل برشه جبنه بسيطه كده من تحت.
طبعا انا قلت الحشو على ذوقكم براحتكم. بعد كده بقى هحط اللحمه المفرومه بتاعتي، الفلفل اللي انا كنت مقطعاه اللي انا هحط عليها سبايسي. لو انتوا ما بتحبوش الحاجه حراقه ممكن تحطوه عادي، بس انا حاطاه سبايسي عشان بيديها طعم حلو. بصوا هحط عليها بقى شرايح بصل وشرايح فلفل. بصوا الشكل ده. بعد كده بقى هحط عليها ايه، طماطم. انا الطماطم شايله القلب بتاعها عشان ما تنزلش معايا ميه. بعد كده بقى هنزل برشه جبنه تاني، هحط الاول زيتون. بعد كده بقى هنزل برشه جبنه، واحط عليهم برضو زيتون كده من فوق. وبعد كده ايه هدخلها الفرن. كده بقى بصوا خلصوا معايا. بصوا حبة الزيت بقى دول علشان الجبنة ما تنشفش معاكي، وعلشان الجبنة تفضل طرية معاكي. انا بقى بعد ما دخلتهم الفرن واخدوا لون من فوق ومن تحت، بصوا عاملة ازاي. الشواية خليتها دقيقتين بس مفتوحة من فوق، وبعد كده فصلتها وسبتها استوت. كده بقى بعد ما الميني بيتزا خلصت معايا، بصوا عاملة ازاي، طرية وهشة واسفنجية وبجد تحفة من فوق ومن تحت، وواخدة لون من تحت تحفة. والجبنة بصوا طرية معايا ازاي. بصوا المكونات كلها فضلت طريه معايا، ما نشفتش ولا اي حاجه. والعجينه بتاعتها تحفه، بصوا من تحت عامله ازاي. بجد جربوها تعجبكم وهتطلع معاكم مظبوطه، والعجينه هتطلع معاكم مظبوطه. بصوا عامله ازاي، بصوا العجينه. وبكده خلص الفيديو معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.